هي بتقول احنا مخطوبين وكل حاجة بينا حلوة جدا وكأننا مخلوقين لبعض، بس المشكلة الوحيدة لما بنتخانق. هي بتقول هو زعله وحش قوي، لما بيزعل بجد كأنه واحد تاني، ممكن يفضل مخاصمني بالأسبوع عشان بس عملت حاجة زعلته. بتحكي وبتقول لدرجة مرة أنا كنت بكلمه عشان عملت حادثة وهو ما ردش عليا، ما بيردش عليا، ولما بكلمه في الموضوع ده بيقول لي بتكلميني ليه؟ مش احنا متخانقين؟ وكأنه بيعاقبني. بتكمل وتقول بس عشان أكون حقانية، هو في العادي بيعمل كل حاجة حلوة، بيفرحني وبنقعد نتكلم في التليفون بالساعات وبيهتم بيا وبيجيب لي هدايا وكل حاجه، بس انا اللي هيجنني انه ساعات بيختفي فجاه كده، ولما بيزعل بيبقى واحد تاني. الحقيقه انه من اهم الحاجات، ده لو مش اهمها في اختيارك للشخص المناسب، هي طريقه الزعل دي. وده مش موضوع صغير، ده موضوع كبير جدا، لانه حاجه اساسيه في الجواز هو الزعل والخناقات. ما ينفعش حد يقيم العلاقه على فكره لما بنبقى كويسين، ودي جمله بتتقال كتير قوي، لما بنبقى كويسين بنبقى بيرفكت، لما بنبقى كويسين بنبقى هايلين. لا، ده الاهم حاجه لما بنبقى مش كويسين بنبقى عاملين ازاي. فعشان تقول احنا في علاقه صحيه وحلوه، كلمه السر في الكونسيستنسي، الاستمراريه، يعني الحفاظ على كل ما هو جيد بشكل مستمر، مش لما نبقى كويسين، مش حاجه خاصه فكره ان احنا شويه حلوين شويه الدنيا بايظه. لا، كلمه السر ان احنا معظم الاوقات احنا بنتعامل بشكل ثابت، ولما بيبقى فيه تغير بيبقى التغير برضو بقدر معين، مش بقلب الناحيه التانيه. وساعتها مش بسهوله هتقول اصل كل حاجه بينا حلو وانت مش واخد بالك انه في حاجه كبيره قوي فيها تشوه، زي طريقه الزعل بالشكل ده، لانه مش من الطبيعي بين اتنين متجوزين او حتى مخطوبين يكون في خصام بالشكل ده وبالمده دي. فلما تيجي تقيم علاقه هي علاقه حلوه ولا مش حلوه، ما ينفعش تقيمها لما بنبقى كويسين. تقييم العلاقه بيبقى على شكل دائم، وبالذات في اوقات الزعل.